بتحس ان المرتب دايما بيخلص قبل نص الشهر. كل ما تيجي تعمل ميزانية تلاقي نفسك محتار اصرف على ايه واسيب ايه. ساعتها بتحس ان الفلوس بتتبخر من غير ما تفهم راحت فين. طيب لو قلتلك ان في معادلة بسيطة لو مشيت عليها بانتظام هتخليك تتحكم في مرتبك وتعيش في راحة وتحقق اهدافك في نفس الوقت، تفتكر هتكون ايه المعادلة دي؟ اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات فلوسك تحت السيطرة، واحنا في الموسم الاول واللي بنتكلم فيه عن قواعد المال. والنهاردة معادنا مع قاعدة مهمة جدا وهي قاعدة ميزانية 50-30-20. لو أول مرة تشوفنا ممكن ترجع للحلقات اللي فاتت، هتشوف وتتعرف على قواعد مالية مهمة هتفرق جدا في حياتك، لأننا بنقدمها لك بطريقة سهلة وبسيطة وبدون أي تعقيد أو كلاكيع. وياريت تتابع معانا باقي الحلقات لأننا بنقدم لك خلاصة الخلاصة في فهم قواعد المال، وبنقدمها لك على طبق من ذهب. خليني احكي لك قصة سارة موظفة مرتبها 10,000 جنيه. كانت دايما تقول انا بصرف بالعقل بس مش عارفة الفلوس بتخلص فين. وفي يوم قررت تغير الطريقة اللي بتعيش بيها. سمعت عن حاجة اسمها قاعدة ميزانية 50-30-20 وقالت اجربها شهر واحد بس. بدأت كده، قالت هخصص 50% من المرتب للاحتياجات الضرورية زي الايجار والاكل والمواصلات والفواتير، بعدين 30% للرغبات، الحاجات اللي بتحبها بس مش ضرورية زي الخروج واللبس والاشتراكات وغيرها، واخر 20% للادخار والامان المالي حتى لو جزء منه بسيط او بيتحول تلقائيا لحساب تاني. وفي اول شهر حست ان الدنيا ضيقة شوية، بس الشهر التاني بدأت تتعود، وبعد 4 شهور لقت نفسها عندها مدخرات لأول مرة في حياتها ومن غير ما تحرم نفسها من أي حاجة. ساعتها قالت الجملة دي: أنا كنت فاكرة إن التحكم في الفلوس يعني الحرمان، لكن اكتشفت إنه يعني راحة البال. خلينا نحسبها سوا على أي مرتب، وليكن 6000 جنيه مثلا. هنقول 50% من المرتب يعني 3000 جنيه، ودي طبعا للاحتياجات الأساسية زي الأكل والفواتير والإيجار. بعدها 30% يعني 1800 جنيه، ودي طبعا للرغبات زي الفسح والترفيه وغيرها. آخر حاجة 20% من المرتب، ودي هتساوي 1200 جنيه، ودي طبعا هتتخصص للاستثمار أو للادخار أو لصندوق طوارئ بسيط. ولو مرتبك أقل أو أكتر فمفيش مشكلة لأن النسب دي مرنة. المهم إنك تحافظ على التوازن بين الثلاث فئات دول، حتى لو بدأت ب10% ادخار بدل 20%. الفكرة إنك تلتزم بالنظام مش بالأرقام. القاعدة الذهبية النهاردة لحلقتنا هي قاعدة ميزانية 50-30-20. قسم دخلك بذكاء علشان توازن ما بين العيش النهاردة والأمان بكرة، وما تسيبش الأمور سايبة. 50% احتياجات وضروريات، 30% رغبات ورفاهيات، 20% ادخار أو استثمار أو صندوق طوارئ. دي مش مجرد معادلة، دي خطة حياة مالية مستقرة. لكن السؤال اللي بيطرح نفسه هنا واللي هياخدنا لموضوع الحلقة الجاية إن شاء الله، وهو لو إن شخص مرتبه قليل ومش بيكفيه أساسا، هل ينفع يعمل ميزانية أو يطبق المعادلة دي ويبدأ يدخر ويحوش؟ في الحلقة الجاية هنجاوب على السؤال ده بخطة عملية بسيطة هتخليك تبدأ تحوش حتى لو من المرتب الصغير. كان معاكم أحمد مبروك من فلوسك تحت السيطرة. أشوفكم على خير وإلى اللقاء.